بس عاوزين بقى نتكلم هنا عن قدرات شات ده، يعني هي تعتبر قدرات فعلا خارقه. يعني اول حاجه هنا، انت هنا بتختار الكونتكست اللي انت عاوزه. انت عاوزه هنا شوف اقدار قد ايه. يعني هو مثلا هنا شايف لي الفايل ده، لو انا عملت فايل تاني مثلا سميته مثلا اب دوت باي مثلا، حلو، ورحت هنا في الاندكس مثلا اهو، انا في الاندكس، انا في الاب اهوت، عاوز احط مثلا الاندكس معايا، اروح جاي احط هنا بحيث ان يقدر يشوف الاثنين. حلو. هنا زي ما اتفقنا اللي هو بتختار الموديل. هنا بقى المنشن من علامه اد. انت ممكن تمنشن فايل كامل، لو في فايل ممكن تحطه، عاوز تمنشن فولدر هتحطه، عاوز تمنشن جزء من الكود بتاعك اصلا، لو انت عندك فانكشنز بقى وكده تقدر تحطها. هنا بيقول لك الكود اللي عندك اصلا قد ايه، بما ان الكود اللي عندي قليل مش عارف احط. عاوز تروح تسيرش على الويب، يعني مثلا تسيرش في اي ويب او في الويب بشكل عام. الدوكيومنتيشن دي بقى من الحاجات المهمه. يعني انت مثلا شغال ولنفرض اي لغه او اي فريم ورك، وساعات مثلا الشات جي بي تي، يعني مثلا الشات جي بي تي اخر تدريب ليه كان في شهر في 2023، ولنفرض مثلا ان في فيرجن جديده حصلت، فهو كل اللي هيدولك من القديم. فانت ممكن تحط هنا نيو دوكيومنتيشن وتحط له اليو ار ال، وما تيجي تتكلم معاه انت تكون ممنشن الدوكيومنت اللي انت عاوزها.